أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نتجنب الخلاف بيننا؟ بالنسبة للخلاف لا أدري ما هو الخلاف الذي يقصده السائل هنا. لو كان يقصد بالخلاف ما يحصل بين العلماء وبين الأئمة وقد حصل بين الصحابة فهؤلاء كانوا معذورين في هذا الخلاف، كأن يختلفوا في الفقه ومسائل الفروع، والسبب في ذلك أن بعضهم كان قد تخفى عليه السنة، فإذا خفيت عليه السنة لا يعرف هذا الحكم فيحصل الخلاف لأنه خفيت عليه السنة. وكذلك قد يصله الحديث لكنه قد يفهمه فهما غير صحيح فيحصل الخلاف. وهكذا أيضا قد يكون الحديث بلغه لكنه بلغه بإسناد ضعيف لم يبلغه بإسناد صحيح، وقد يعمل بحديث وهو لا يعرف أن هذا الحديث منسوخ فيحصل الخلاف لأنه عمل بحديث منسوخ. وقد يأتي الحديث فيصل إلى إمام من الأئمة فيتأوله ويفهمه متأولا فيخطئ فيحصل الخلاف، فتجد هذا يقول بقول وهذا يقول بقول. فلو كنت تقصد ما حصل بين الأئمة فهذا له أسبابه وأسبابه معروفة وهم معذورون. وقد ألف الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين رحمه الله ما يتعلق بهذا الخلاف وكيف أن الأئمة معذورون في ذلك. وإن قصدت بالخلاف ما يحصل بين أهل المنهج الواحد ويحصل بينهم فرقة، فلا شك أننا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى ونقول الواجب أن تكونوا على قلب رجل واحد، وأن تجتمعوا ولا تختلفوا، وأن تنظروا في أسباب الخلاف فتنبذوا هذه الأسباب، وانظروا أيضا إلى بذور هذا الخلاف وانبذوا هذه البذور. فإن الإنسان أحيانا قد لا يرزق بالأخلاق الفاضلة، يرزق بأخلاق سيئة فيكون هذا من أسباب الخلاف، فعليه أن يتقي الله في نفسه وأن يتعوذ بالله من هذه الأخلاق السيئة، كأن يكون معجبا بنفسه فيحصل منه ظلم لإخوانه فيقع الخلاف، قد يكون فيه نوع من البغي فيعتدي على إخوانه فيحصل الخلاف، قد يكون فيه نوع من سلاطة اللسان فيتكلم في هذا وهذا ويغتاب هذا وهذا فيحصل أيضا الخلاف. قد يكون في نفسه أيضا شيء من القسوة والغلظة، لا تجد فيه الرحمة والرفق فيحصل أيضا الخلاف، لأن الأخلاق السيئة لها أثر مدمر ويفرق الصف وينفر بعضهم من بعض. قد يكون فاحشا في قوله، وإن أسوأ الناس ومن يتقي الناس شرهم هم أصحاب الخلق الفاحش واللسان الفاحش، وأشر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة هو. قد يكون بخيلا وجبانا فتسبب أيضا هذه الأخلاق شيء من الفرقة والخلاف، فعليه أن يتقي الله في نفسه. فيا طلاب العلم هذبوا أنفسكم على الأخلاق الطيبة الحسنة من الصدق والكرم والعدل والتواضع وعدم العدوان وعدم الغدر وعدم الغش. كونوا حريصين على الألفة، فليدعو بعضكم لبعض في ظهر الغيب، وإذا شعر أحدكم في نفسه شيئا من الحسد فيتعوذ بالله ويدعو لأخيه، وإذا وجد من أخيه شيئا يزعجه ويضايقه فلا يجوز له أن يثير هذه الأشياء التي تزعج أخاك وتضايق أخاك. وإذا وقع من أخيك شيء من الخطأ أو وقع منه كذلك شيء من الظلم فاعف عنه واصفح، وتذكر ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإن إخوته لما جاءوا إليه عفى عنهم وصفح وذكر أباه بهذه النعمة وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
فقالوا إنه ذكر الخروج من السجن ولم يذكر الخروج من البئر، لأن إخوانه هم الذين وضعوه في البئر، وجعل هذا كله من نزغات الشيطان. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأنا أنصح الإخوة جميعا أن ينبذوا هذه الأسباب التي تفرقهم وتشتت كلمتهم، وإذا اختلفوا فهناك علماء ومشايخ فضلاء يرجعون إليهم ويأخذون بنصحهم. نسأل الله التوفيق للجميع.